تنقطع وترجع وجول وجول. الله، هدف اول للعراق، هدف اول للعراق. اوه يا علي فيصل، اوه يا علي، اوه يا علي. فيصل يضع حدا وفيصل للعناد اليمني طيلة المباراة ويسجل الهدف الأول للعراق. ارتفعت الرايات العراقية، ارتفعت الرايات العراقية في المدرجات احتفالا واحتفاء بالهدف الأول في المباراة. شوف الكرة مرة ثانية واصلة لعلي، علي ما يكذب خبر، علي ما يكذب خبر. عياش حاول قدر في النهاية ركلة جزاء، وقلت بأنه الأمور لن تقف عند هذا الحد حينما سجل المنتخب العراقي. من الطبيعي أنه بعد الهدف المنتخب اليمني يفتح ملعبه، من الطبيعي جدا المنتخب العراقي سيستفيد من ذلك. المنتخب اليمني الآن يواجه مصيره بهدف آخر قد يتكرر في شباك هذه اللقطة من جديد. الحكم كان قريبا جدا من اللقطة الماضية، ولو أنها لقطة من الصعب أن تجزم بأنها ركلة جزاء، صعب أن تجزم وصعب أن تنفي في آن واحد. يعني يبقى معنا الزميل فريد علي بعد الاستوديو التحليلي للتأكد من قرار ركلة الجزاء إن كانت هناك ملامسة بالفعل أو لا. على أي حال الصورة التي أمامنا هي ركلة جزاء، الصورة التي في أرضية الملعب، لا أتكلم عن صورة الإعادة. وبالتالي من يفصل في ذلك هو فريد علي، لكنني أتحدث الآن عن لقطة موجودة لمصلحة المنتخب العراقي الذي يتواجد عند نقطة الجزاء. علي فايز والعراق فايز، وأسود الرافدين يتقدموا مرة ثانية في المباراة بهدف آخر عن طريق علي فايز، والعراق دائما فايز. هدف ثاني من علي، علي يسجل الكرة في الشباك، علي يضع الكرة في الشباك. هدف ثاني للمنتخب العراقي. يا سلام يا علي، بكل هدوء بكل روية يضع الكرة في المرمى في منتصف المنتخب العراقي. الكرة على الجهة اليمنى، محاولة مرور ممتازة. يا سلام، هدف ثالث للمنتخب العراقي. العراق بزيارة ثالثة للشباك اليمنية. الله، مهدي كامل حط الكرة في الشباك مسجلا ومعلنا معها عن هدف ثالث للمنتخب العراقي. شوف الكرة مرة ثانية، مهدي عدى مهدي عدى مهدي عدى وتقدم ومر، والكرة إلى تسديدة إلى